طفل عنده سنتين بس لسه بيتعلم يتكلم، وفجأة يقولك طيارتي اتحرقت وأنا وقعت في البحر. أيوة، الكلام ده قاله طفل اسمه جيمس لينيجر، ودي مش قصة خيال. في البداية أهله افتكروا إنه بيهزر وبيقول كلام عشوائي، بس الكوابيس بدأت. كل ليلة الطفل يصحى وهو بيصرخ الطيارة بتولع ومفيش حد ينقذني. الغريب إنه كان بيحكي تفاصيل دقيقة جدا عن طيارات حربية ومعارك جوية وحتى أسماء أماكن. والأغرب بقى إنه قال إنه كان طيار في الحرب العالمية التانية. طفل عنده سنتين بيتكلم عن حرب حصلت من أكتر من 80 سنة. الأب قرر يدور ورا الكلام ده، فبدأ يسأله أسئلة بسيطة: اسمك كان إيه؟ الطفل رد جيمس، وقال كمان اسم حاملة طائرات ناتوما. الأب لما بحث اتصدم، في سفينة حقيقية في الحرب العالمية اسمها USS ناتوما باي. مش بس كده، الطفل كان بيرسم طيارات بتتحرق ويحدد أماكن الضربات فيها بدقة. وبعد بحث طويل الأب اكتشف قصة طيار فعلا اسمه جيمس هيوستن جونيور اتقتل في معركة فوق المحيط الهادي بنفس الطريقة اللي الطفل وصفها بالظبط. المفاجأة، حتى زملاء الطيار أكدوا تفاصيل الحادثة وقالوا إن الطيارة فعلا اتحرقت قبل ما تقع. السؤال هنا بقى، إزاي طفل صغير جدا يعرف كل التفاصيل دي؟ وإزاي يربط نفسه بشخص مات من عشرات السنين؟ هل دي مجرد صدفة ولا في حاجة لسه العلم مش قادر يفسرها؟ يمكن القصة دي تخليك تسأل نفسك، هل ممكن الذكريات تعيش بعد الموت ولا في أسرار لسه ما اكتشفناهاش؟ وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتصلي على النبي في التعليقات، واشوفكوا الفيديو الجاي.